الجزائر إلى مدرب المنتخب الجزائري، يبقى لا يبقى المطلب جماهيري الآن وحيد هاليلوزيتش البوسني الجنسية. هكذا عاش أقارب هاليلوزيتش الإنجاز التاريخي الذي حققه هذا المدرب مع الخضر. نتابع. جابلانيكا البلدة الصغيرة التي تقع جنوب البوسنة والهرسك هي مسقط رأس المدرب الحالي للمنتخب الجزائري وحيد هاليلوزيتش، والذي أصبح بطلا لدى الجمهور الجزائري ويعتبر مفخرة أبناء حيه القديم بالنظر لما قدمه كلاعب أو كمدرب من مختلف الأندية والمنتخبات التي قادها في مختلف المحافل العالمية. إنه مفخرة هذه المدينة، يحبه ويحترمه الجميع بالنظر لشخصيته الهادئة، ونحن نتمنى له كل النجاح. هاليلوزيتش يحن دائما للمكان الذي ترعرع فيه، وخاصة الملعب الذي بدأ فيه أولى خطواته قبل أن يتنقل إلى عالم الاحتراف. وبالقرب من هذا الملعب يعيش إينو شقيق وحيد، والذي لديه مقهى يحتفظ في جدرانه على بعض صور أخيه كلاعب ومدرب. قبل كل مباراة أبعث له رسالة وأتمنى له حظا سعيدا، ونحن دائما على تواصل معه. كنت متوترا كثيرا قبل المباراة ضد روسيا، لذلك قررت مشاهدة المباراة في المنزل. وفي وقت لاحق قال لي الناس أن الاحتفال في المدينة كان مثل ما كان في العام الجديد. كما أصبح إينو مشجعا للمنتخب الجزائري في هذه الفترة، معبرا عن فخره بالإنجاز الذي حققه أخيه في مونديال البرازيل بالتأهل إلى ثمن النهائي لأول مرة في تاريخ المنتخب الجزائري. هاليلوزيتش تصدر العناوين في البوسنة، تصدر العناوين أيضا في الجزائر. صحيفة ليبرتي أو ليبرتي الجزائرية في عنوان بارز لها تؤكد على أن هاليلوزيتش خاض آخر مباراة له مع الخضر، وحديث عن مغادرته للجزائر. والموضوع كانوا حسم من قبل حتى المونديال كابتن محمد، لأنه كريستيان غوركوف مدرب لوريون يقال بأنه هو من سيخلف هاليلوزيتش. لكن الآن الشعب الجزائري، الجماهير الجزائرية تطالب ببقاء هاليلوزيتش. كانوا في مأزق يعني الاتحاد الآن. وهو الحقيقة شيء معين، دائما عندما نبدي إعجابنا بهذه الكرة الألمانية، أول مثال لإعجابنا هو يتركز على عدم تغيير